السلام عليكم، اهلا بيكم في قناه فن الكروشيه. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الشنطه التحفه دي، شكلها شيك قوي للبنات في العيد. حبيت ان انا اعملها معاكم. طريقتها سهله جدا، يعني ممكن ساعه او ساعتين بالكتير ان شاء الله باذن الله تكون خلصانه معاكي، لان هي طريقتها سهله قوي. هتشوفوها معايا في الفيديو، هي تبان ان تفاصيلها كده بس هي طريقتها سهله قوي. الجزء ده معمول بغرزه العمود بلفه، وعليه بقى الجزء ده مع الورده ديت، وطبعا بتعملي لها مغناطيس من هنا كده تقفلي بيها الشنطه. زي ما انتم شايفين اليد عملتها برضو من نفس الخيط. طبعا انا في الفيديو كنت قايله لكم ان ممكن تعملي اليد تمشي بعد السلسله، تمشي عمود نص عمود او عمود بلفه، بس انا عملتها بالمنزلقه. حسيت ان غرزه المنزلقه هتبقى رفيعه وجميله قوي، وانت طبعا هتشوفي الفيديو معايا وان شاء الله تقدروا تعمليها وتعمليها بكل سهوله، وهي طريقتها سهله قوي حتى للمبتدئين. يلا بقى نشوف طريقه الفيديو. طبعا الخيوط اللي هتستخدميها اي خيوط موجوده عندك، بواقي الخيوط اللي موجوده عندك تعملي بيها. هي ان شاء الله سهله وغرزتها جميله قوي، واي حد لسه مبتدئ هيعرف يعملها بكل سهوله. يلا نشوف بقى طريقه عمل الشنطه. طبعا الادوات بتاعتنا الابره، استخدمت ابره مقاس 3.5، والخيوط طبعا اي خيوط متوفره عندك، بواقي الخيوط تقدري تعملي بيها شنطه، لان هي مش بتاخد معاكي بتاخد خيوط بسيطه قوي، كام جرام كده، مش بتاخد يعني كميه. فبواقي الخيوط اللي موجوده عندك تقدري تستفيدي بيها وتعملي بيها شنطه شيك قوي لبنتك كده تفرحيها بيها. فاول حاجه انا عملت سلاسل 25 سلسلة. أنا طبعا مش عايزة الشنطة كبيرة، فلو انت حباها كبيرة هتعملي في حدود 30 سلسلة. أنا عملت بس كده كام 25 سلسلة أهو. بعد كده هعمل ايه؟ هرتفع 2 سلسلة، علشان دول هيبقوا الارتفاع بتاعي. هاخد 1 2، وهعمل ايه؟ هلف لفة على الإبرة، وهسيب 1 2 2 اللي انا ارتفعتهم، وادخل في التالتة دي كده، اعمل فيها عمود بلف، ادخل في الغرزة كده عادي خالص، اسحب خيط معايا 3 حلقات، اخرج من 2 في 2 اهو. ده كده هيعتبروا ان هم عمودين، لان ال2 سلسلة دول يعتبروا ايه؟ ارتفاع، فبعتبرهم عمود. بعد كده بكمل اهو، كده يعتبر 2. بكمل عادي خالص غرز عمود بلفة في السلسلة بتاعتي بالشكل ده كده. بلف الخيط على الإبرة وادخل في الغرزة كده، وأعمل غرز عمود بلفة أهو. ألف لفة أدخل في السلسلة كده بالشكل ده، أعمل عمود بلفة، أخرج من حلقتين في حلقتين. ده كده العمود بلفة. هكمل بقى السلاسل كلها لحد ما أوصل لآخر غرزة عشان هنعمل فيها التزايد. كده خلاص زي ما انتوا شايفين كده عملت عمود بلفة على السلاسل اهو، وسبت اخر غرزة. هلف لفة على الابرة، وهاخد في اخر غرزة دي كده هدخل اعمل فيها 3 عمود بلفة في نفس المكان. الف لفة كده واعمل عمود التاني في نفس الغرزة التالت. يبقى كده انا عملت التزايد بتاعي عشان يديني الشكل بتاع الشنطة او القاعدة بتاعة الشنطة. بعد كده هعمل ايه؟ هلف لفة على الابرة. خلاص عملت ده كده. هاخد بقى معايا الخيوط دي تحت الغرز كده، وادخل ايه؟ اعمل عمود بلفة على الغرز بتاعتي عادي خالص اهو. الشنطة تبقى لجوه لبره كده. هعمل بالشكل ده كده اهي، بدأت تبان معايا. عمود بلفة في الغرز بتاعتي كلها اهوت، وباخد معايا الخيوط تحت الشغل. واحسن حاجة انك انتي تخلي الخيط ده كبير عشان تداري الشغل من هنا، فما تبقاش الشنطة مفتحة من القاعدة بتاعتها اهو. هعمل بقى كده اعمدة بلفة لحد ما اوصل للجزء ده كده وارجع لكم. كده انا عملت بقى زي ما انتوا شايفين كده اعمدة بلفة. هنا عملت التزايد بتاعي 3، وطبعا ده كده بداية الدور بتاعنا. لما كنا عاملين الارتفاع اعتبرنا ان الارتفاع عمود، وعملنا عمود جنب الارتفاع. فكده خلاص بقى ده كده الغرزة دي اللي هي فيها الارتفاع والعمود اللي احنا عملناهم في الاول خالص، اللي هم ال2 سلسلة اللي احنا كنا سايبينهم، ال2 سلسلة اللي احنا بنسيبهم. فهاجي بقى في الغرزة دي كده اهي، واعمل فيها عمود بلفة. يبقى كده انا عملت ال3 دول وقصادهم ال3 دول. هعمل ايه بقى بعد كده؟ هقفل بمنزلقة هنا كده بالشكل ده. بس يعتبر انا كده كونت القاعدة بتاعت الشنطة زي ما انتوا شايفين كده، وهبدأ ان انا ارتفع عليها الادوار كلها. فهعمل ايه؟ كده خلاص بقى مش هيبقى في عندي تزايد، فهبدأ ان انا اعمل كده خلاص التزايد بقى في الجنب ده 3 وده 3، وكده خلاص مش هعمل اي تزايد تاني خالص. الشنطة طريقتها سهلة جدا، وتقدروا تعمليها بكل سهولة. عشان كده انا عملت لكم غرزة سهلة او طريقة سهلة. هبدأ ان انا ارتفع 3 سلاسل، والف لفة، وادخل في الغرز تحت الحلقتين عادي خالص، اعمل عمود بلف اهو زي ما انتوا شايفين كده. بعمل بقى في الغرز بتاعتي كلها
اعمدة بلفة اهو تحت الحلقتين عادي خالص اهو، بلف لفة على الابرة بدخل تحت الحلقتين عادي خالص كده، اعمل عمود بلفة وافضل ارتفع كده بالادوار لحد ما توصل معايا للطول اللي انا حابة اعمله للشنطة. بس كده، دي كده طريقة الشنطة. هو تزايد واحد في دور، في اول دور بس، بعد كده خلاص بلف بقى بالاعمدة كده بلفة لحد ما اوصل هنا، وبقفل برضو بمنزلقة هنا، وبرتفع 3 سلاسل وبفضل مكملة لحد ما توصل معايا للطول اللي انا حابة ان انا اعمله. طبعا الخيوط دي كلها بننضفها بعد كده في الاخر. شايفين كده باينة ازاي معايا اهو؟ دي كده القاعدة بتاعت الشنطة، تفضلي ترتفعي بيها لحد ما توصلي للمقاس اللي انت حباه. انا بقى ده كده الشكل بتاعي اهو، ارتفعت لحد ما وصلت للطول ده. وزي ما انتوا شايفين كده طريقة الشنطة سهلة جدا. دي كده اهوت القفلة بتاعتي جاية مظبوطة في الجنب بالظبط اهو. دي كده من جوه شكلها جميل قوي وطريقتها سهلة جدا. هنشوف بقى الجزء اللي هو الوش بتاع الشنطة. انا هستخدم طبعا اللون الابيض علشان اعمل بيه القلاب بتاع الشنطه. فهعمل ايه؟ هعمل دايره سحريه بالشكل ده كده، هلفها على صباعي وهدخل بالابره كده زي ما انتم شايفين، اسحب خيط، اخد 2 سلسله والف لفه على الابره وادخل في الدايره دي، اعمل فيها 12 عمود بلفه اهو. هلف لفة على الإبرة بالشكل ده كده، وهدخل في الدايرة بتاعتي أعمل 12 عمود بلفة، ألف لفة أدخل في الدايرة أعمل عمود بلفة اللي هو أخرج من حلقتين وأسحب الخيط وأخرج من حلقتين بس. هفضل بقى أعمل كده لحد ما يوصل معايا ل 12 عمود بلفة في الدايرة السحرية بتاعتي. بعد كده بضايق الدايرة بالشكل ده أهو. هعمل كده 12 عمود بلفة كده. انا عملت 12 عمود بلفه بالشكل ده كده. هسحب الخيط من هنا عشان اقفل الدايره بتاعتي كويس، وابدا ان انا ادخل في الارتفاع ده اللي انا كنت مرتفعاه، ادخل تحت الحلقتين دول كده واقفل فيهم بمنزلقه بالشكل ده. اتكونت معايا دايره زي ما انتم شايفين كده. هبدا ارتفع 2 سلسله، وهعمل في كل الغرز اللي عندي دي تزايد اهو. دي كده اول غرزة، انا كده يعتبر ده الارتفاع عمود، ده كده ايه 2، يبقى دول كده ايه 2 عمود. هلف لفة وادخل في الغرزة اللي بعدها تحت الحلقتين زي ما انتوا شايفين كده، اعمل عمود بلفة وكمان عمود بلفة في نفس المكان. يبقى انا بعمل على ال 12 دول كل غرزة بعمل عليها 2 عمود بلفة في نفس المكان، 2 تزايد عمود بلفة في نفس الغرزة اهو. في نفس المكان 2 عمود بلفة، يعني التزايد عندي هيبقى في كل الغرز في الدور ده كده. عملت تزايد طبعا 2 عمود بلفة في كل غرزة. هدخل على العمود ده كده وهقفل فيها بمنزلقة، وهبدأ برضو ارتفع 2 سلسلة او 3 سلسلة عشان بعمل عمود بلفة. وهعمل ايه؟ هاجي على الغرزة اللي بعديها، انا كده عملت عمود، هعمل غرزة فيها 2 غرزة من غير تزايد، غرزة من غير تزايد، والتانية هعمل فيها تزايد. يبقى أنا بعمل غرزة من غير تزايد والتانية بعمل فيها تزايد، غرزة واحدة بس، غرزة بعمل فيها من غير تزايد، واللي بعديها بعمل فيها تزايد اللي هي 2 عمود بلفة في نفس المكان زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. يبقى الغرزة دي كده هعمل فيها عمود واحد، واللي بعديها هعمل فيها 2. وطبعا كل ما برتفع بالادوار بتزيد معايا الدايره. طبعا مش لازم ان انا اكملها معاكي، اكيد الطريقه الفكره وضحت. يعني انا عملت هنا 12، وبعد كده عملت على ال 12 كل غرزه فيها تزايد كلهم، وبعد كده عملت واحده تزايد والتانيه من غير، واحده تزايد والتانيه من غير تزايد. اللي بعديها هعمل في الدور التالت ده كده 1 2، ده التالت اللي هي غرزه تزايد والتانيه غرزه من غير وواحده فيها تزايد. الدور اللي بعديها هيبقى 2 من غير تزايد، والتالتة هيبقى فيها التزايد، والدور اللي بعديها هيبقى 3 من غير تزايد، والرابعة فيها التزايد، وهكذا لحد ما اوصل للدايرة بتاعتي اللي انا هعملها على الشنطة. يا رب تكون الطريقة وضحت. هكمل بقى كده لحد ما توصل معايا الدايرة عشان هعمل غرزة ازين بيها الحرف بتاع الدايرة. انا اكتفيت بالدايره 4 ادوار زي ما انتم شايفين بقت معايا بالشكل ده كده. وهبدا ان انا اعمل ايه بقى؟ اعمل الغرزه اللي انا بقول لكم عليها، ارتفع 3 سلاسل، و هدخل في الغرزة دي كده أعمل فيها 7 عمود بلفة أهو. 1 2 3 4 5
6. خلاص خليهم 6 لان الخيوط دي خيوط سميكه شويه، فهتبقى 6 كويس قوي. لو انت بقى خيوط رفيعه ممكن تعمليهم 7 في غرزه عمود بلفه في نفس المكان. هنسيب واحد، دي كده فيها اهي، دي كده واحد اتنين غرزه، وادخل في الغرزه اللي بعديها كده اعمل فيها غرزه حشو بالشكل ده. شايفين بقت معايا عامله ازاي اهو. وهعمل ايه تاني؟ هسيب واحد اتنين، هدخل على الغرزة التالتة اهو، اعمل فيها الاعمدة بتاعتي 7 عمود في نفس المكان. يبقى انا بسيب غرزتين وبدخل اعمل 7 او 6 اعمدة على حسب الخيوط اللي معاكي واللي انت حباه. طبعا انا عملت 6 علشان الخيوط بتاعتي سميكة شوية، فهتبقى كده شكلها حلو. هسيب ايه، واحد اتنين غرزتين، ادخل في التالتة اعمل حشو، وبعد كده الف لفه على الابره واسيب واحد اتنين وادخل في التالتة اعمل الاعمده بتاعتي اللي انا بعملها عشان تديني شكل ايه للشنطه. بس كده، وتفضلي ماشيه بالطريقه دي كده لحد ما تخلصي الدايره كلها كده. طبعا زي ما انتم شايفين انا خلصت ايه الدايره بتاعتي. طبعا الخيوط دي هنضفها في اخر الشغل. وزي ما انتم شايفين انا شايفه ان كده مقاس الدايره بالظبط على الشنطه حلو قوي اهو. زي ما انتم شايفين كده شكلها حلو قوي. هعمل بقى الورده، وهعمل هنا الجزء الاخضر بتاع الورده، فهنكمل بقى طريقه الورده مع بعض. وبعد كده في الاخر بقى هنلزق مع بعض الايه الجزء ده، ونشوف بقى طريقه الورده دلوقتي مع بعض. هنبدأ بقى نعمل اليد بتاعة الشنطة. فأنا هعمل اليد بتاعة الشنطة على فتلتين، هجيب الخيط أعمله على فتلتين، هعمل من نفس اللون ده، وهبدأ إن أنا أعمل سلاسل عادي خالص على فتلتين، وطبعا إبرة أكبر من التانية علشان تديني غرزة عريضة شوية وتبقى شكلها حلو لليد. هعمل سلاسل عادي خالص لحد ما توصل معايا للطول اللي انا حابه اعمله للشنطه. وبعد ما تخلصي السلاسل، يعني مثلا لو انا كده خلصت الطول بتاع السلاسل، هلف لفه على الابره واسيب غرزه وادخل في التانية اعمل فيها نص عمود علشان تخلي الشنطه يعني اليد بتاعت الشنطه عريضه شويه وتكون متماسكه، وهيبقى شكلها حلو قوي اهو. شايفين ده كده الشكل. انا بس بوريكم الفكره بتاعت اليد. طبعا انت هتعملي سلاسل لحد ما توصل معاكي للطول اللي انت حباه، ولو حابه تعملي نص عمود اعملي على حسب بقى اللي انت حابه تعمليه. حابه تسيبيها سلسله عادي كده برضه هيبقى شكلها شيك قوي. يلا بقى نشوف طريقه عمل الورده بتاعت الشنطه. اول حاجه هنعمل دايره سحريه بالشكل ده كده، وادخل بالابره كده واعمل اخد ارتفاع وادخل اعمل 6 غرز حشو هنا كده، 2 3 4 5 6، واسحب الخيط بالشكل ده كده، اقفل معايا الدايره اهوت وادخل في اول غرزه انا عملتها، ادخل في اول غرزه انا عملتها تحت الحلقتين كده، واسحب خيط واقفل بمنزلق كده. انا خلاص اللون الابيض معايا خلص، فانا هعمل بلون تاني، فهدخل اللون الاغمق ده عشان اعمل بيه بقيه الورده عشان يبقى لايق مع اللون الموف. امسك بقى الخيط بالشكل ده كده وابدا ادخل اللون التاني. هدخل كده في الغرزه، اسحب الخيط، اسيب معايا جزء من الخيط كده عشان اخده معايا تحت الغرز، وادخل فيها واعمل غرزة حشو، واعمل كمان في نفس المكان غرزة حشو اهو. هاخد معايا بقى ايه جزء من اللون الابيض مع اللون التاني ده عشان اداريهم تحت الشغل. هدخل بقى في كل الغرز اللي عندي اعمل تزايد فيها 2 غرزة حشو في نفس المكان. يعني انا عملت الاول 6 وبعد كده هبدأ اعمل 2 غرزة حشو على الغرز اللي انا عملتهم ال6 كلهم. في كل غرزة فيها تزايد 2 غرزة حشو. بس كده اخد معايا ده والجزء ده بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين تحت الشغل علشان اداريه. هكمل بقى كده لحد ما اخلص الدايرة كلها. كل الغرز اللي عندي 2 غرزة حشو. عملت كده في كل الغرز اللي عندي 2 غرز حشو. هدخل تحت الحلقتين دول واقفل بمنزلقة، وكده تكون عندي دايرة بقت الشكل ده. هكمل بقى طبعا باللون ده، فهعمل ايه، هرتفع 4 سلاسل 1 2 3 4 والف لفتين على الابره، هعمل عمود ب2 لفه وادخل في نفس المكان اللي هو فيه اللي انا ارتفعت فيه السلاسل، اعمل فيه عمود ب2 لفه، الف لفتين كمان وادخل على الغرزه اللي بعدها تحت الحلقتين، اعمل عمود ب2 لفه، اخرج من 2 في 2 في 2، ده كده اسمه عمود ب2 لفه. هعمل كام عمود، هعمل 4 أعمدة ب2 لفة، وبعد كده 4 سلاسل. في البداية 4 سلاسل طبعا ارتفاع، وفي الآخر 4 سلاسل ارتفاع، وباجي في آخر عمود عملته بدخل في نفس العمود بالظبط وأعمل منزلقة عشان أقفل الوردة بتاعتي.
وابدا ارتفع 1 2 3 4 والف لفتين على الابره وادخل في نفس المكان جنب الارتفاع اللي انا ارتفعته اعمل فيه عمود ب2 لفه. 1 2 3 4 وهعمل 1 2 3 4 وادخل في نفس الاخر عمود عملته اخر غرزه دي اعمل فيها منزلقه اهو. وبعدين افضل ماشيه كده لحد ما اخلص كل الغرز اللي عندي. هيبقوا معايا 6 بتلات من الورده بالشكل ده كده. هدخل اهوت العمود الاخير اللي انا عملته بدخل في نفس الغرزه اعمل عمود ب2 لفه كده. عندي 2 3 4 وبعدين 4 سلاسل واقفلهم بمنزلقه وارتفع كمان 4 سلاسل وافضل كده لحد ما اخلص الورده كلها. هخلصها بقى وارجع اوريكم. كده انا خلاص بقى خلصت الورده بقت معايا بالشكل ده كده. بتبقى فيها 6 بتلات من ديت، ولو انت حابه تعمليها 5 هتقللي عن اللي انا عملتها. ده كده الشكل بتاع الورده. هنشوف بقى هنعمل ورقه شجره زي دي كده علشان خاطر نزين بيها الشنطه. فطبعا انا عندي معايا اللون الاخضر فهعمل بيها. هعمل عقده البدايه بالشكل ده كده وهرتفع 7 سلاسل. 1 2 3 4 5 6 7. هدخل في اول غرزة اعمل فيها غرزة حشو. الغرزة اللي بعديها اعمل فيها نص عمود. السلسلة اللي بعديها الغرزة اللي بعديها اعمل فيها عمود بلفة وهعمل كمان عمود بلفة. يعني كده عندي 2 عمود بلفة. وبعد كده هعمل نص عمود. هرجع تاني اعمل نص عمود وبعد كده هعمل حشو وهقفل هنا بمنزلقة في نفس المكان اللي فيه الحشو اقفل فيه بمنزلقة وهلف على الغرز تاني. ابدأ اعمل غرزة حشو وبعد كده نص عمود وبعد كده 2 عمود بلفة اهوت لغرزة عمود بلفة. الغرزة التانية عمود بلفة وبعدين نص عمود وفي الغرزة الأخيرة دي كده حشو بس كده. وهاخد سلسلة ارتفاع وهقفل ورقة الشجرة بتاعتي كده خلاص خلصت. وهقص الخيط وده كده الشكل بتاع ورقة الشجرة. ودي كده الطريقة بتاعتها طريقتها سهلة جدا. بعد كده بقى هنعمل الجزء الأخير وهنرتفع 16 سلسلة. هاخد سلسلة كمان هيبقوا 17 عشان ديت هتبقى الارتفاع. وهدخل اعمل غرز حشو في كل السلاسل اللي عندي بس كده. ده كده الجزء الاخير اللي هو بتاع الشجرة. طبعا انا بوريكم كده الشكل الاخير للشنطة. انا كده هبدأ ان انا اقفل بقى الشنطة. فالوردة بتاعتي هتبقى بالشكل ده كده. والجزء طبعا اللي احنا عملناه طبعا كل الخيوط دي هنضفها في الاخر هيبقى هنا كده زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. هخليها جايه بميل كده. وطبعا ورقه الشجره هنا وورقه الشجره التانية هتبقى بالشكل ده. وده كده هيبقى شكلها النهائي. وطبعا كل ده انا مش هخيط. انا هلزق بالمسدس الشمع. هخلص بقى الشغل ده كله. وطبعا هلزق هنا برضو او هخيط هنا مغناطيس على حسب بقى اللي انت حابه تعمليه. فهقفل بقى بالطريقه دي كده وهلزقهم كلهم وارجع الزق ده كله وارجع اوريكم بقى الشكل النهائي للشنطه واوريكم اليد بقى بتاعه الشنطه. هكمل ده كله وارجع لكم اوريكم الشكل النهائي.